ودلوقتي جاي معكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. مساء الخير. النهارده كان يوم عصيب شويه، يعني تسميه ايه اللي هو غسيل ومكوى. النهارده الاثنين المكواجيه لسه قافلين الاثنين ولا بيفتحوا مش عارف، بقى بيفتحوا اي يوم دول. غسيل ومكوى، فحت وردم، ضرب وشتيمه، كل حاجه ممكن تحصل فيه، بس ده الحياه الطبيعيه عادي جدا. معاكم فريق العمل المعتاد بتاعنا، وسام عمار وعلي زلط وعلي عكيله وابراهيم ابو سليمه، ومعانا النهارده عمرو عبد المنعم منورنا، ومحمد مطوع، وانا اسمي خالد حبيب، وهنكون معاكم ان شاء الله على مدى الساعتين تقريبا اللي جايين. وهتبعتوا لنا الاس ام اس على 9 11 70 وتكلمونا على 1700 وصفحتنا على الفيسبوك من اهل مصر، وعندنا موضوعات لذيذه وجميله هنتكلم فيها. هاخدكم بالراحه سنه النهارده. انا احب الناس دايما لما يكون ليهم مبادئ ثابته كده، يعني عندهم مبادئ ما بيغيروهاش. انا تفكيري على قدي طبعا وذكائي محدود، بتعب جدا لما الاقي الكلام مش ماشي مع بعضه. الاسبوع ده طبعا خلال الخميس والجمعه الدنيا كانت كلها بتجري ورا الفيديوهات الساخنه، اي حاجه فيها فضيحه او خناقه او كشف مستور او عمايل فلان، انت عارف الكلام الكبير ده. فناس كتير بعتوا لي بيسالوني ايه رايك يا عم خالد في موقف المذيعه اللي هي كانت طلعت مع شيخ من الشيوخ، وان هي قلعت اللي كانت لابسه اشارب او غطاء للراس، واتخانقوا على الهوا، وقالت له انا مش هلبس تاني، وقالت له انا بعملها عشان ربنا مش عشانك، وانت كفايه ان انت واخد فلوس ومش عارف ايه. فعلى حد فهمي او فهمي المتواضع يعني بعض الحاجات بسيطه كده، هي ست اساسا كانت لابسه غطاء الرأس مخصوص عشان البرنامج، يعني لبست مخصوص عشان تقعد مع الراجل، فيعني مش عارف الله اعلم مش عشان ربنا وبس، عشان البرنامج، وبعد كده قلعته وقالت مش هلبسه تاني، فاحنا لابسينه عشان مين بالظبط؟ تاني حاجه، انا بتعب جدا من القصه بتاعه الشيوخ، انا اسف في اللفظ وتحملوني والله اعلم، شيوخ الدعايه والاعلان. ما اعتقدش دي ليها علاقه بالدين قوي، اللي بيعمل دعوه لوجه الله ما بياخدش عليها فلوس. ناس سالوني طب ازاي، اقول لكم في البلاد التانية الناس اللي هم الائمه او غيره بياخدوا مرتبات كافيه جدا عشان ما يضطرش ياخد فلوس من برنامج، لانك لما بتاخد فلوس من برنامج غصب عنك يعني لازم تقول حاجه عشان البرنامج، يعني مش عايزين نقول نريح الزبون بس يعني حاجه زي كده. وغالبا لما بيطلعوا في التلفزيون بيتكلموا في كل حاجه الا الدين اليومين دول، مفيش على فكره شغلانه عندنا اسمها دعايه تلفزيون يعني. فدي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، لما حضرتك هتقعدي معاه بره الهوا من غير حجاب، وانت كمان قابل حاجه زي كده، طب ليه تلبس قدام الكاميرا؟ ما هو عادي قلعت قدامك بره بعيد عن الكاميرا، يعني هل الكاميرا بس هي اللي بتفرق؟ في كاميرا اكبر بكتير بتراقبنا كلنا طبعا. حاجه تانية بقيت اسمعها كتير قوي، يعني واحده صاحبتنا نعرفها يعني قالت ان هي قلعت الحجاب تحديا للاشاعات انهم هيفرضوا الحجاب، قالت بقالي 20 سنه لابسه الحجاب بس عندم بقى ايه مش عارف عندم في مين. واحده تانية قالت ان هي من يوم ما التوجهات الاسلاميه طلعت على السطح وكده بقت تقلع اكتر وتلبس عريان اكتر عشان توصل وجهه نظرها. طبعا لو شفتوها هتكتشفوا ان ناس كتيره بتدفع الثمن. عارفين انتوا اللي هي ركب لعيبه الكوره اللي هو اوكا واكما واللالي بتوع كابتن محمود بكر، انا مش عارف كان شكلهم، انا ما شفتهمش، بس اوكا حاسس اوكا واكما واللالي مع بعض يعني، حتى مش اوكا واورتيجا. ظني المتواضع ان اللي هيلبس او هيقلع رد فعل على كلام ناس او كرساله لناس ملهاش اي علاقه بالدين. اعتقادي الساذج اننا غالبا بنستسهل وبنركز على العبادات الظاهره اللي باينه قدام الناس ونقيس بيها التدين من عدمه. ربك اعلم بالحجاب والقلع وايه يساوي ايه في مقابل الكذب والنميمه والسرقه والاختلاس والظلم والغيبه حاجات كتيره قوي قوي قوي. الواحد احسن اللي بيخليه في نفسه. بتعب من الاستعراض على الفاضي. مساء الخير، خليكم معانا يوم جميل ان شاء الله من اهل مصر. ومكملين معاكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. وبما ان احنا اهتماماتنا كلها بقت قضائيه وجنائيه ومحاكميه وغيره، فطبعا احنا هنهتم جدا بكل حاجه ليها دعوه بالقضاء. وضيفنا العزيز النهارده ان شاء الله المستشار حسام مكاوي رئيس محكمه جنوب القاهره، يشرفنا باذن الله. ابعتوا لنا كل اسئلتكم وكل استفساراتكم وكل ما ليه دعوه بالقضاء وباحوال البلد والدنيا واللي بيحصل فيها والدستور وخلافه على 9 11 70 الاس ام اس، وتكلمونا على 1700 وتبعتونا على صفحتنا من اهل مصر ان شاء الله على الفيسبوك. عايز اشكر الناس الجميله اللي بتبعت لنا، حسين رضا ومهاب الخواص واحمد تاتا واحمد طاطا، مش عارف لان الانجليزي مختلف عن العربي طبعا يا حميد، وتعليقات جميله جدا، وهنقول حاجات منها كتير ان شاء الله مع بعض باذن الله. طبعا الدنيا مقلوبه على حاجات كتيره جدا، مش عايز اتكلم على احداث يوم الجمعه يعني، خلاص بقت حاجه تكسب كالعاده يعني، كل مره نفس الفيلم ونفس النهايه، تتعدد البدايات والنهايه دائما واحده، عاملين زي النكته العتيقه بتاعت زمان اللي هو الراجل اللي خد 30 قلم على سهوه او حاجه زي كده، مش عارف كان قلم ولا ايه بالظبط. كالعاده الناس تسخن على بعض جدا على الهوا وفي كل حته ويتخانقوا ويشتموا بعض ويطلع شهود عيان ومش عارف ايه، مش عارف هوضحها ازاي. طيب انا هتعبكم معايا شويه، يا ريت كل واحد يطلع ورقه وقلم. انا عارف الناس اللي بتسوق عربيات قاعدين عواطليه كتير في الطريق، منهم اللي بياكل وبيقرا جرايد يتكلم في الموبايل، طلع ورقه وقلم ونكتب مع بعض شويه اسئله كده، وعايزك لو سمحت تجاوب بنعم او لا، حطش بس ولكن واصل واشمعنى، بس جاوب بصراحه كده نعم او لا. شوف المجموع في الاخر يقولك انت فين.
انت في انهي معسكر بالظبط؟ هل انت موافق على العنف بغض النظر عن المبرر والدافع؟ هل انت موافق على استمرار التظاهر سواء من الحكومه او المعارضه بعد ما اخترنا طريق ديمقراطي؟ هل انت مقتنع ان لازم نحترم اختيار الشعب حتى لو عكس اختيارك، حتى لو مبني على الجهل لانه في الاخر الطريق ديمقراطي؟ هل انت مقتنع ان القضاء ما فيهوش اي غلط اطلاقا، ولو في غلط هل انت مقتنع ان في خطوات للاصلاح من داخل القضاء؟ هل انت مقتنع ان اللي بيطالب بعودة الجيش فعلا بيحب الجيش كحاكم مدني للبلد حتى لو كان نادى بسقوطه بعد الثورة؟ هل انت مقتنع ان الحكومة والسلطة فعلا بيسمعوا وبيستعينوا بافكار وقدرات الناس اللي في المعارضة ومش بيشكوا في اي حد وكل حاجة؟ هل انت مقتنع ان الشباب اللي في التحرير واللي بيضربوا مولوتوف وبيحاصروا ويحرقوا دول من الثوار؟ نعم او لا يا شباب، مش اكتر من كده. هل انت مقتنع ان الاعلام طاهر وبريء وبينقل الحقيقة بلا اي تزييف؟ هل انت مقتنع بالفعل ان الحكومة والسلطة بتعمل اللي عليها وان مشكلتها الوحيدة في المعارضة والعنف والتظاهر والمؤامرة؟ هل انت مقتنع بالفعل ان الحكومة لوحدها تقدر تحل مشاكل البلد ومش محتاجة اي كفاءات من خارجها؟ هل انت مقتنع ان الشعب بتاعنا عاجز وبتاع مصلحة وكسلان وكنبة وان الثورة قام بيها الشباب وبس؟ ولا شايف ان الشعب بينزل وقت الجد وبيوصل الرسالة الصح حسب ما بيقولوا له النخبة والناس؟ قربنا اخر سؤالين ثلاثة. هل انت مقتنع ان العدو الحقيقي هو الاخوان والتيارات الاسلامية؟ العدو مش الفقر ولا الجهل ولا المرض ولا الفساد ولا الاحتكارات ولا خراب القوانين ولا المحسوبيات والعائلات والروتين؟ طب هل انت مقتنع ان ممكن يكون في حل عملي نطرد او نمسح او نقصي من خلاله اي طرف مصري من اللعبة والبلد ونبدأ من جديد؟ حتة الحساسة بقى، تقدر تقول لي اخر مرة قريت اي حاجة بعيدة عن الفيسبوك ولا شفت اي حاجة بعيدة عن اليوتيوب؟ قريت كتاب، قريت تاريخ، مقالة تحليلية، معلومات موثقة؟ طب نزلت عملت عمل تطوعي في منطقة شعبية؟ قعدت مع ناس غلابة بجد اكتر من ساعتين ثلاثة قبل ما تزهق يعني؟ طب جربت تقعد في حوار مباشر ساعتين ثلاثة مع ناس من اللي انت بتشتمهم طول النهار ورا الشاشة بتاعت الكمبيوتر؟ جربت تقعد طيب مع اللي بتحبوهم وتعترفوا بكل اخطائكم من اول يوم ثورة؟ واخر حاجة، هل انت فعلا عايز الخير للبلد دي بغض النظر عن مين اللي هيعمله؟ ولا عايز الخير بايد طرف معين وما عندكش مشكلة البلد تقع وتغرق وتتعور عشان تثبت انك صح وغيرك غلط وبعد كده اللي يحصل يحصل؟ عايزك تفكر وتبص في المراية لوحدك، اقفل على نفسك كده من غير ما تضحك على حد ولا حد يعرف، وربنا يهدينا جميعا ان شاء الله. لسه قدامنا حاجات كتيرة نعملها وقدامنا حاجات كتيرة نتعلمها وهنتعلم مع بعض وهنقع مع بعض ونغلط وكل حاجة، بس لحظة ان الواحد بيعترف بغلطه دي بتبقى جميلة جدا. قبل ما ناخد الفاصل بتاعنا بتاع الاذان ان شاء الله والموجز بعد كده، طبعا حاجه تانية الدنيا مقلوبه عليها استقاله المستشار احمد مكي وزير العدل. انا كالعاده لا قاضي ولا محامي ولا افقه اي شيء في القضايا الجدليه، لكن كمواطن ساذج عايز اعرف هو طلع في الاخر وحش ولا كويس، اخوانجي ولا ضد الاخوان؟ ليه بقى؟ لان كل الناس اللي كانوا بيهاجموا الراجل من يوم ما مسك وزير وبيقولوا اكيد ده اصله اخواني هو واخوه، امبارح قالوا ده مشي عشان هو طول عمره ضد الاخوان وكان هو الضمانه الوحيده لاستقلال القضاء. فمش عارف بالظبط جايه منين، نفس الراجل اللي كان بيقولوا جاي يحطم القضاء ويهد المعبد، بالظبط زي قصه السيد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، قالوا اخوانجي وطبعا بعد كده قال لك مش اخوانجي. انا بحب الابداع جدا طبعا، لكن في حدود لقدراتي العقليه. قولوا لنا يا شباب، هم بيدخلوا الحكومه اخوان وبعدين اول لما يخرجوا منها يبقوا مش اخوان ولا ايه بالظبط؟ خليكم معانا من اهل مصر ان شاء الله ويوم جميل باذن الله. راديو مصر، اهلا بيكم مره ثانيه ونبدا كلام مش هقول كتير التقيل او الجد، بس كلام المهم جدا. معانا ضيفنا العزيز المستشار حسام مكاوي رئيس محكمه المنصوره. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا، منورنا. اهلا بيك. طبعا انت عارف مؤخرا بقينا كلنا ما شاء الله جهابذه في القانون، وكلنا بنتكلم كلام كبير قوي يقول لك لا ده الحكم ده انا عارف ومش عارف ايه والحيثيات والتفنيد ومش عارف ايه. صحيح. بس الصوره يعني مش عايز اقول كلمه كبيره بس ضبابيه، والناس مش فاهمه حاجات كتير قوي وناس محبطه. وفي ناس بتشوفها على النطاق الصغير جدا بتاعها القضايا بتقعد طويل جدا، وفي ناس بتشوف الصراع ده كله على ايه. انا عارف النهارده ان في اجتماع مهم كان بيحصل ما بين السيد رئيس ومجلس قضاء حسب ما اعتقد. وبرضه مهما بيحصل اجتماعات الناس برضه بتقول هو في ايه، هو هيحصل ايه. الساحه القضائيه هنشوف الصوره الكبيره من وجهه نظر حضرتك وبعدين نخش في التفاصيل. جميل. ايه مشكلتنا الاساسيه؟ هل هي المشكله في استقلال القضاء، ولا المشكله ان عندنا قوانين بقى لها سنين طويله محتاجه تتغير، ولا مشكله ان في اجهزه معاونه كتيره جدا ما بتقدمش دورها بشكل كافي، ولا مشكله تراكمات سنين طويله؟ نبدا منين؟ طيب اولا بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقول انها يعني هحكي قصه هيتفهم منها. هنبدا منين؟ هنبدا من ان كان في واحده ست كان ليها واقعه يعني مشكله في النيابه، فضلت تروح النيابه وتروح محاكم اول درجه ومحاكم الاستئناف والنقض، هتلاقي بتاع حوالي 10 سنين. وفي الاخر دخلت علينا يعني واحنا وكلاء نيابه، ورحت قايله انا عايز اقول حاجه يعني، قلنا الهيئات انا حاسه ان القضاء بقى قضاء وقدر.
كلمة الست لما تقول ان القضاء بقى قضاء وقدر، ده مش معناه ان الغلط جاي من القاضي، ومش معناه ان الغلط جاي من المشرع، ومش معناه ان الغلط جاي من الجهات المعاونة كلها. لما نفتكر الدول المتقدمة، بلد زي امريكا بتحط منظومة للعدالة كمان 20 سنة، شكل العدالة هيبقى عامل ازاي. لما نقارن ما بين شكل محاكمنا وشكل اقسام الشرطه ومديريات الامن، ايام العهد البائد كانت كلها اقسام الشرطه ومديريات الامن نور كده وبتلقلق وجميله، وتبص على المحكمه تلاقيها مظلمه وعليها عسكري يعني تعبان عيان، مباني متهالكه. لحد النهارده في 2013 في قضاه بيقعدوا بيحكموا بينظروا القضايا هي اصلا في اماكن كانت مخصصه كدورات مياه، ولكن بسبب الصعوبه وتكدس القضايا ومفيش اماكن بياخدوا دورات المياه يعملوها اماكن للمداوله. بص على منظر شكل محكمه باب الخلق اللي هي المحكمه اللي اتحرقت، هي كبيره وحاجه تقيله، المحكمه القديمه الاثريه دي. عارف يعني ايه يقعد 14 وكيل نيابه في غرفه طولها 8 متر في عرض 4 متر يحققوا؟ يعني لو كل واحد بيحقق مع متهم ده ما بقتش غرفه تحقيق، بيبقى حظ وحش اللي عنده 2 متهمين او 3 متهمين. يعني لو جالك عايز تسأل شاهد وتواجهه بأقوال متهم مش هتعرف، انت كل وكيل نيابه قاعد على مكتب قدام الكرسي. فالمباني في حد ذاتها مباني شكلها وحش خالص. مش عايز اخش اتكلم عن القوانين اللي بتخلي المواطن يجي من الاقصر واسوان في حوادث عربيات. واحد ركب ما اكثر حوادث عربيات، احنا عارفين ان الناس بتوفى في حوادث عربيات اكتر من الناس اللي ماتت في 6 اكتوبر سنويا. اللي هم الاعتراض. عارف يعني ايه معيار غبي عقيم يقول ان الناس تروح لمراكز المكان اللي حصل فيه الحادثه بقى. لا لمراكز الشركات الرئيسيه. فنجد ان شركات التأمين اكثرها مكانها في محكمة جنوب القاهرة او محكمة الجيزة، شمال الجيزة الابتدائية. يعني كل حادثة عربية تحصل في اسوان، في الاقصر، في الصعيد، في سوهاج، كان بيجي لنا ناس يجوا يتأخروا الصبح على الجلسة فبنشطب القضية، فيقولوا والله احنا تعطلنا من الطريق. تعطلتوا وانتوا جايين من امتى؟ احنا مسافرين من امبارح بالليل الساعة 2 بالليل والساعة 1 بالليل. هذه القوانين الغبية، القوانين الجامدة، القوانين العقيمة هي دي اللي مخليها القضاء شكله كده. لما نيجي نعرف ونلاقي ان مين اللي بيحكم في القضايا، المواطن على طول بيقرب لأني قاضي، القاضي الجزئي اللي هو قاضي الدرجة الأولى اللي هو بيخلص على طول، اللي هو العمود الفقري للقضاء. لما نشوف ان الاعداد دول من القضاة يعني في احصائيات 2006 و2007 حكموا في اكتر من 5 مليون جنحة في 6 شهور. انت عارف يا خالد المشكلة عندنا ايه؟ انا هروح اتجوز، تكتب قايمة، تكتب ايصال امانة على بياض، حصلت مشاكل، الطرفين بيشتكوا بعض بمحاضر ضرب وبمحاضر سرقة ومحاضر وبإيصالات الأمانة كيدية وبالقايمة، كله كيدي، تكدس هائل من القضايا. طب أنا هقف عند دي مبدئيا. مش لحد امتى هنقول مثلا مش هنحط مثلا تكلفة عالية مثلا للتقاضي او نحط عقاب على اللي بيطلع كيدي في الاخر او كده، لان هي دي مبدئيا حاجة تستنزف طاقة، والطاقة مش موجودة اساسا. انت راجل براكتيكال وبتتكلم كلام موضوعي. المليونية الأخيرة، هل المليونية الأخيرة اللي حصلت هي مليونية القضاء على القضاء؟ من دعوا لهذه المليونية هل هم لهم رؤية أو فكر أو استراتيجي أو أرقام أو برنامج أو حسبة أو وجهة نظر؟ لا، ما فيش أي حاجة خالص. هي مجرد كلمة عريضة بنحطها هم مش فاهمينها، تطهير ونقف. بس في المقابل هسأل حضرتك سؤال تاني. كم مرة سمعنا في التجمعات بتاعة القضاء بأشكالها المختلفة الكلام اللي حضرتك بتقوله قدامي دلوقتي هنا؟ احنا عارفين مشاكلنا 1 2 3 وهنبدأ أول خطوة في الإصلاح، مثلا طالبين من الحكومة 20 مليون عشان مثلا المباني مبدئيا، او اجهزه ارشيف الكتروني، او تعديل القوانين البسيطه، ابسط حاجه بتاع التامين بتاعه العربيات. دي حاجات تفرق جامد جدا مع الناس، فما سمعناهاش برضو من الطرف الاخر. بالظبط. المشكله الحقيقيه ان القضاة اصبح النهارده علشان نقدم عداله، منظومه العداله دي مش واقفه على القاضي بس. القضاة فقط هم صناع العداله وليسوا ملاكها. امال مين ملاك العداله؟ ملاك العداله بقى حضرتك والمخرج والمحامي والطب الشرعي والخبير والهيلمان ده كله. احنا لحد 2003 و2004 تحليل الدي ان ايه بتاع الجثث ده ما كانش متوافر في النيابه، لان كان الكوست بتاعه عاليه جدا. ازاي نخلي المحاكم بتاعتنا محاكم منتجه في كل بلاد العالم؟ مش عايز اقول العالم المتقدم، عايز اقول بلاد تحت مننا شويه في الجنوب. الهمس واللمس داخل قاعة المحكمة ده تخش تلاقي الدنيا هص. قاعة المحكمة أكنك داخل على قصر رئاسي أو هتقابل ملك. احنا النهاردة خدنا المفهوم بتاع الثورة
ورحنا حاطين كل ما هو ثوري في وش القضاء، بالظبط. وبنقول انتوا بتدوا احكام وانتوا بتدوا براءات وانتم 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 وانتم. هو احنا عملناها مش بس مع القضاء، عملناها مع كل حاجه. يعني بقينا دلوقتي اي حد بننفجر في وشه. بس هنتكلم تحديدا على القضاء وخطوات عمليه للحلول. بس هناخد فاصل صغير نرجع لكم تاني. ارجعوا لنا مع من اهل مصر، وبدا يجي لنا اسئله وتعليقات هنشارككم معانا باذن الله. ومكملين معاكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. ورجعنا مره تانية ومعانا ضيفنا العزيز المستشار حسام مكاوي رئيس محكمه المنصوره، وعندنا بدات تجي لنا اسئله كتيره من الناس، وعندنا حاجات كتيره عايزين نتكلم فيها. واحنا اتفقنا على حاجه احنا الاثنين جميله قوي، عايزين نكون ايجابيين لان كل حاجه في الدنيا ليها حل. صحيح. فهنبدا ناخدها خطوه خطوه كده. البداياتنا ايه او الحاجه اللي حضرتك شايفها هتفرق جدا مع الناس. وعايز اقول على فكره حاجه تانية كمان، وبرضه انا بلوم الاعلام اللي احنا منه، لان انا امبارح مثلا لقيت الشروق بعد يومين ثلاثه ولا اسبوع بالكامل بنتكلم على حكم البراءه بتاع، او مش براءه، اللي هو اخلاء سبيل للرئيس السابق حسني مبارك. لما الشروق نشرت حيثيات الاخلاء السبيل كان الكلام اللي حضرتك بتقوله بالظبط، اللي هو بيتكلم ان بيقول ده بقوه القانون، وان المشرع المفروض يعدل القوانين الجنائيه التي لا تتناسب مع الظروف، وان يعني معناها القاضي نفسه بيقول انا ايدي يعني مغلوله بصوره ما. فالصوره دي ما بتنقلش الناس، الصوره شايفه بس ان القضاء لا ده اللي عايزين يحتفظوا بمزايا خاصه او صوره، وهو قد لا يكون صحيح باطلاق. يعني اتفضل يا بيه. هو صح، حضرتك قلت صح، لان الظاهر في الصوره دلوقتي بالزبط. عشان حتى نتكلم، يعني عايز اشيل يعني عباءه ان انا قاضي شويه بالزبط. واتكلم زي اي مواطن عادي، ان اللي حصل قبل الثوره كان في قضاه ضد هذا النظام، تمام. وضد تزوير الانتخابات وضد الفساد وضد الاعتقالات. على فكره لازم نعرف ان في ال30 سنه اللي فاتوا كانت قرارات الاعتقال شغاله على ودنه لكل الطيارات الاسلاميه. تمام. كانوا ولاد بتخش المعتقل 15 سنه و16 سنه ويطلع في اخر الثلاثينات، يطلع في الاربعينات، وكل ده بسبب انه دخل صلى في جامع او قريبه او ابن عمه امير في جماعه او انضم للتنظيم او اي مكان. يجب علينا ان نعلم ان القضاء في الوقت ده في ال30 سنه كانت محكمه جنوب القاهره دي بتطلع اسبوعيا احكام بالملايين، تعويضات للناس اللي تعرضت لهذا التعذيب وللضرر المادي والادبي اللي وقع عليهم اثناء فتره اعتقالهم. يعني القضاء ما كانش ساكت، كان بيعوض الناس دي. عمرها ما بتذكر الحاجات دي ضد وزاره الداخليه. وانا بصفتي اشتغلت في محكمه جنوب القاهره 3 سنين في دايره تعويضات، كنا بنطلع احكام لكل المعتقلين عن فتره اعتقالهم. والله ان كانت شهر، اسبوع، او 10 سنين او 15 سنه. والقانون ادى حصانه لهؤلاء الناس انهم يرجعوا لاعمالهم تاني لو كانوا موظفين حكومه، وانهم ياخدوا مرتباتهم ويفضلوا محتفظين بترقياتهم حتى لو كانوا معتقلين. جميل. يعني عايزين نقول ان القضاء اول لما بتتوفر له ادوات هو بيشتغل بهذه الادوات. وحتى حضرتك اللي بتقول معناه ان هو في ظل ظروف ضاغطه جدا ويعني قواعد صارمه وقيود، رغم كده حقق او طبق. يعني. لا، وممكن اقول لك على نكته، انه كانت تصدر احكام نهائيه باته لهؤلاء الناس بتعويضهم، وانا متعاطف معاهم جدا طبعا، ضد الاعتقال 100%، وكلنا ضد الاعتقال. كان في بعض منهم كان متطرف بجد، كان يروح ينفذ الحكم على وزير الداخليه ويصرف الفلوس ويستثمر هذه الفلوس في اعمال تخريبيه او ارهابيه ضد الدوله. مش هنعمم، هنقول البعض منهم. طيب ايه اللي حصل بعد الثوره؟ اللي حصل بعد الثوره ان الناس شايفه قدامها ان القضاء بيتمثل في كيان موجود. هو الكيان ده كان كيان ساكت على تزوير الانتخابات، اللي هو كيان نادي القضاة. الناس باصه تركيزها على ان نادي القضاة وشخص المستشار احمد الزند هو ده اللي بيمثل اللي القضاء. هو اعلى صوت احنا سمعناه. المستشار احمد الزند هو فرد لا يمثل القضاء. انا اختلف معاه كثير جدا في مرحله قبل الثوره او مرحله بعد الثوره، ولكن حينما يتعلق الامر بالسلطه القضائيه وبالقضاء ككيان وكمؤسسه، فكلنا هنقف مع رئيس نادي القضاة. بس انا اسال حضرتك سؤال ساذج انا عايز اعرفه فعلا. الجهه اللي هي مش هنقول متحدثه باسم القضاة، لكن الجهه صاحبه السلطه الاعلى اللي هي فعلا تقول انا اللي هتكلم، الباقي كله هيسكت لو هعبر عن القضاء، هتبقى ايه؟ هل المجلس الاعلى للقضاء قراراته ملزمه للقضاء، ولكن دعني اقول لك شيئا. المجلس الاعلى للقضاء بيتشكل من 7 من اقدم القضاة، بيجوا لهذه المناصب بالاقدميه المطلقه. تمام. انت ما تقدرش تحكم في الادميه المطلقه. صح. تقول اللي جاي ده صاحب رؤيه، صاحب نظر، رجل طيب، رجل فنياته عاليه جدا، رجل بيميل للقانون الفرنسي، رجل ميوله ناحيه القوانين الاسلاميه، رجل ميوله ناحيه الرقي بالقضاء اقدميه بحته. الاقدميه البحته. علشان كده
احنا بنتعجب ان بعد كل هذا النضال الطويل من اجل استقلال القضاء يجي مقترح من حزب في 24 ساعة بعد مليونية القضاء على القضاء بمقترح ان احنا عايزين نعمل قانون استقلال القضاء، وكأنها يعني شوية سلطة ومهلبية، يلا هيصة يلا نعمل قانون استقلال القضاء. انا اقول لك على قانون استقلال القضاء، الناس كلها بتتكلم على السن، انسى السن. يعني الرد على السن ده ممكن نرد عليه بارقام، بس قبل السن بقى المجلس الاعلى للقضاء اللي بيتشكل من 7، لو نبص لدساتير العالم المختلفه من بره المجلس ده بيبقى فيه عناصر منتخبه. احنا عايزين المجلس الاعلى للقضاء يبقى فيه عناصر منتخبه. الدستور الفرنسي، الايطالي، الاسترالي، البرازيلي بيحط في تشكيله المجلس الاعلى للقضاء 3 مواطنين لهم اسهامات بارزه. حلوه دي. ليه بقى؟ على اساس زي ما انا قلت لك ان القضاه ليسوا هم ملاك العداله، هم فقط صناعها. فيبقى الناس اللي في المجلس الاعلى للقضاء ده بيبقوا فيه 3 مواطنين، مش لازم يبقوا قضاه، ينقل لهم الصوره. ما هي العداله دي ملك للجميع. ولما المجلس الاعلى للقضاء يتخذ قرارات تأديبيه ضد قاضي او وكيل نيابه، ال3 مواطنين دول ما يخشوش في تشكيل. يبقى احنا عايزين المجلس الاعلى للقضاء يبقى عن طريق انتخاب. لما نيجي نقول ان العمود الفقري للقضاء هم الشباب اللي سنهم من 30 ل 42، جميل. دول قوام القضاء على فكره هم قايمين بالالاف المؤلفه من القضايا دي كلها. دول اللي طلعوا 5 مليون حكم في 2006 و2007 في الفتره من 1/10 لحد 30/6. لم يحدث في وعددهم 3007 قاضي. مفيش قاضي في الدنيا يطلع احكام بهذا المنظر. طب انا هسالك سؤال تاني هنا. الافكار اللي حضرتك بتقولها جميله جدا، وفي نفس الوقت تتعارض مع، لان برضو الصوره ضبابيه وكله داخل في حته الصراع، فكله بيقول لا ده مقصود مذبحه للقضاه، موضوع السن او غيره. ربنا كلام حضرتك بيدي اضافات قويه جدا، موضوع الانتخاب وموضوع ان يكون في معايير جنب حته السن او غيره. هل الصوت ده واصل في المناقشات دي كلها اللي بيقوم بيها مجلس الشورى او نادي القضاء او غيره ولا لا؟ لا، هو هذا الصوت مش واصل. ده كمان انا عايز اقول لك على حاجه، يعني هم قدموا مشروع اقتراح بقانون، مش مشروع بقانون بتقدمه الوزاره، اقتراح يقدمه اي عضو. انا برضو بستغرب ان يعني في عندنا ماده في قانون السلطه القضائيه الماده 45، شوف بقى الشباب وثوره والسن الصغير والعمود الفقري و3000 قاضي طلعوا 5 مليون حكم في المدني و7 مليون حكم في الجنائي في فتره 6 اشهر. عندنا الماده 45 في قانون السلطه القضائيه بتقول لا يعين مساعد وزير العدل، المنصب بتاع مساعد وزير العدل يجب ان يكون بدرجه نائب نقض او رئيس استئناف. ده سنا أكيد. يعني 55 سنه وانت طالع. الله. طب يا جماعه ده رئيس وزراء الناس في الاربعينات دلوقتي في الثلاثينات، وزير خارجيه، وزير العدل الايطالي اللي قبل الحالي كان عنده 38 سنه. كاميرون بتاع انجلترا بنتكلم في 38 سنه و39 سنه. فاحنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في نص ماده منع 80% من القضاة ان يتولوا منصب مساعد وزير العدل. مساعد وزير العدل ده اللي هو القائم على تحسين القضاء وتطويره. احنا لازم هنرجع بعد كده، ان انا اهم حاجه عندي بقى دلوقتي نغير المنظومه دي ازاي، لان دي خطيره جدا ودي هتاثر في اجيال قادمه تامه للشعب ده كله. خليكم معايا، نرجع بعد النشره باذن الله من اهل مصر ومستمتعين بيكم كالعاده ان شاء الله. طب رجعنا مره ثانيه، عندنا كميه اسئله غير طبيعيه لضيفنا العزيز المستشار حسام مكاوي رئيس محكمه المنصوره، والناس بعت لنا اسئله كتيره ما شاء الله، بيبعتوا لنا على 91170 وعلى صفحتنا من اهل مصر. هقول لكم ما تكلموناش على 1700 عشان مش لاحقين النهارده، بس خلوا عندكم الرقم عشان المستقبل يمكن تتزنق فيه في اي ظروف يعني. فسياده المستشار حسام عندنا اسئله كتيره. انا بس عندي كنت بتكلم مع حضرتك برضو في وقت الفاصل، بحب جدا نظريه الكفن، ان هو الواحد لو طلع كده قدام الناس شايل كفن على ايده بيقول لك يا جماعه احنا غلطنا في كذا وكذا، او عندنا مشاكل كذا 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 معترفين بيها وهنبدا نصلحها، بيشيل عبء كبير قوي من عليه. هل في اعتقادك لو الجهات القضائيه او غيره كانوا ريحوا الناس او ريحوا الجهات اللي هي قلقانه منهم او معترضه على حالات شخصيه ولا غيره، كانت هتفرق؟ الله يفتح عليك في موضوع يعني كل واحد يشيل كفن ويقول دي. طبعا مما لا شك فيه ان الفترة اللي فاتت لو كان بعد الثورة طلع، انا مش مطلوب نقول ان القضاء فاسد، ومش مطلوب نقول ان القضاء نصع البياض، انما احنا كشباب بعد الثورة، الشباب اللي نزل في الثورة من القضاء، قلنا ايه؟ تطهير القضاء صندوق اسود حلو يفتح على ايدي رجاله. لا قلنا انه نصع البياض جميلة، ولا قلنا انه فاسد. المشكله جميلة. الحقيقيه اللي حصلت ما في جبهتين، جبهه بتقول في ما فيش اي مشاكل خالص في القضاء، وجبهه بتقول القضاء كله مشاكل وكله فساد وكله وكله. احنا كان راي بنقول ان تطهير القضاء هو صندوق اسود حلو. يفتح على ايدي رجاله. على فكره قصه تطهير القضاء دي بتفتح كل يوم، يعني كل يوم القضاء بيطهر نفسه من وكيل نيابه او من قاضي او من مستشار او من رئيس استئناف. كان في اخطاء، نعم كان في اخطاء.
هل كان في فروقات بين نادي القضاء الحالي ونادي القضاء ايام فتره زكريا بيه عبد العزيز؟ نعم. نادي القضاء ايام فتره زكريا بيه عبد العزيز كان في نوع من الثوريه، كان نادي باصص للوطن، الناس كانت بتقول عليه بيت الامه. الفتره بتاعه المستشار احمد الزند لما جه قبل الثوره الدنيا كانت واقعه خالص، ونادي القضاء اتخذ انه يعني نادي يقدم الخدمات والخدمات فقط. حتى بعد مرحله الثوره حينما بدانا نطالب ان يتخذ نادي القضاء الكثير من يعني زي ما انت قلت شيء كده داخليا يعني. الحقيقه انا كنت بستعجب قانون السلطه القضائيه ما طلعش ليه ايام المجلس العسكري وما طلعش ليه ايام مجلس النواب وليه دلوقتي يعني رافضين انه يطلع مجلس الشورى. لذلك انا بقول المستشار احمد الزند ان كنت انا شخصيا بختلف معه في كثير من افكاره وارائه في الفتره السابقه، الا ان دلوقتي ازاء هذا الانتهاك الفج للسلطه القضائيه، واحد يقول هنطلع نحاصر القضاه في بيوتهم ومليونيه القضاء على القضاء وتلاسونات وسب وقصف، واحد بيقول هنضربهم بالنار ومحاصره المحكمه الدستوريه ومحاصره المحاكم، لا ينم الا كل ده خاطئ تماما. ملوش. انا النهارده لما الاقي بقى ان المستشار احمد الزند هو الذي يدافع عن هذا الانتهاك ضد السلطه القضائيه، نعم سأقف معه حتى وإن كنت أختلف مع أفكاره، ولكنني سأقف مع هذا الرجل لأنه يعبر الآن عن جموع القضاء. ولو كمل معلش أنا برضو بأصر حضرتك، لو هو كمل في تعبيره عن جموع القضاء وبيقول وإحنا عارفين ونعترف ونقر إن عندنا مش هقول احتياج لتطهير، احتياج لإصلاح في حاجات كتيرة. حضرتك ذكرت لي حاجة جميلة جدا واحنا بنتكلم برضو في الفاصل، موضوع المباني ومستشار وزير العدل المسؤول عن المباني. القصه دي لوحدها مشكله بالظبط. ما هو علشان كده قصه يا جماعه قصه التطهير دي قصه يعني دي اخر حاجه نتكلم فيها، قصه التطهير. زي ما قلت لك انظر للمحاكم، في مناصب داخل وزاره العدل، منصب مساعد وزير العدل لابنيه المحاكم، مستشار. ليه يبقى مستشار؟ ما يبقى راجل مهندس محترف حاجه كده، نطلع بمحاكم راقيه زي بلاد بره. الناس بتطلع تتصور جنب المحاكم بره يا جماعه، الناس بتطلع تتصور جنب المحاكم يعني بره، تحس انك نفسك تكون متهم يعني. حاجه جميله ما شاء الله. الجوب ديسكريبشن كله اللي داخل وزاره العدل عايز تطوير. الراجل الفاضل النقي الطاهر الذي لا يكذب، احمد بيه مكي، اللي الناس يعني تلسنت عليه وقالوا انه اخوان، والراجل قالها مش اخوان، قدم استقالته قال لك ده ضد الاخوان علشان القضاء، علشان وقف ضد اي مسبحه ستحدث للقضاء. برضه ما سلمش من الناس اللي موجودين. يعني الراجل اتظلم هنا واتظلم هنا، مع ان على فكره يوم لما نجح الدكتور مرسي وهو رئيس منتخب ورئيس شرعي، على يعني ما كانتش مش حاجه حلوه ان الواحد يبقى وزير في وقت الايام العصيبه اللي احنا شايفينها. زمان كان الوزير بيطلع على رئيس بنك، دلوقتي بيطلع غالبا على سيد. ما لحقش يعني احمد بيه مكي كان في مشروع وكان في فكر لتطوير القضاء والعداله التكنولوجيه، وان الراجل يروح يعمل المواطن يرفع القضيه بتاعته في اسوان، تنظر في محكمه جنوب القاهره، تتبعت كلها على انترنت وعلى شبكه داخليه. نستبدل. انت عارف ان لحد النهارده القضاء بتتاخر لما بنقول المحضر ينزل يعلن. المحضر بينزل يركب ميكروباص، وبعد ما يركب ميكروباص يركب توك توك ويروح يدور على البيت، والبيوت من غير عناوين، والعمارات من غير عناوين، والشوارع بدون اسماء، ويجي المحضر بلا اجابه. اروح اقول لتحريات المباحث تعمل تحريات عن المواطن ده موجود ولا مش موجود، يجي يقول ان المواطن مات، نبتدي نعمل تحريات عن الورثه بتوعه وعن محل اقامتهم فين. هي دي عداله؟ ونيجي بعد كده نتكلم عن تطهير القضاء في مليونيه القضاء على القضاء. اذا كنا احنا يعني مش عايز اقول كلام قاسي، اذا كنا احنا ما بننظفش شوارعنا وبيوتنا وامام بيوتنا من القذاره، يبقى هنروح عايزين نطهر انقى ما في المجتمع. طيب احنا معانا دلوقتي اتصال المستشار عماد ابو هاشم رئيس نيابه النقد. سياده المستشار اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل حضرتك تحت امرك. احنا عاملين بنتكلم دلوقتي طبعا زي ما حضرتك شايف معانا ضيفنا العزيز مستشار حسام مكاوي رئيس محكمه المنصوره، وبنتكلم على خطوات البدايه والمشاكل الحقيقيه اللي بنواجهها، مش ناحيه بقى الكلام اللي هو الاستقلال القضاء او القوانين ده، احنا بنتكلم كمان على حاجات بديهيه واساسيه زي المحاكم واستعدادها والارشفه الالكترونيه والمعلومات المتاحه للقضاه والاذرع اللي بتساعدهم في تطبيق العداله. ايه راي حضرتك في القصه دي؟ طبعا ده شيء عظيم ان اللي يعني يتم تطوير القضاء بحيث ان هو يبقى الدوره المستنديه مميكنه 100%، والتعامل يكون عن طريق يعني الانظمه الالكترونيه الحديثه. تمام. واحنا تاخرنا جميع المحاكم في الدول العربيه الشقيقه كلها اصبحت تدار بهذا النهج، وبقضاة مصريين حسب ما اعتقد كمان كتير جدا هم اللي اقاموا الانظمه دي، وبقضاة مصريين. يعني ده شيء عظيم وشيء ننشده،
ويا ريت ده هيحافظ كمان على المستندات من الضياع او تمام. التلاعب او التزوير، وهيسهل على المتقاضين والمحامين وعلى القضاء وعلى كل الناس. جميل جميل. نتمنى يعني ان مصر بجميع المحاكم في مصر بالكامل تبقى على هذا النهج. صح. شكرا جزيلا سياده المستشار، وده اللي نتمناه بالفعل. نرجع لمستشارنا العزيز حسام مكاوي. فالصوره بهذا الموقف الصعب، نقطة البداية اللي ممكن يتلاقى فيها أطراف. أنا عارف النهارده مثلا سيادة الرئيس كان مع المجلس الأعلى للقضاء. نعم. حضرتك شايف خطوات الحل الفعلي العملي بعيد عن الضجة الرهيبة بتاعت الكاميرات والتلفزيون والمؤتمرات الصحفية وغيره؟ مما لا شك فيه ان القضاة في مصر زعلانين. زعلانين من حاجتين، من الاعتداء اللي تم عليهم 3 مرات متتاليين، وزعلانين ان القضاء ما بيحب، يعني القاضي ما بيحبش ان المجلس الاعلى للقضاء بما له من قيمه وقامه وشيوخ القضاء ان هم يذهبوا الى رئيس الجمهوريه 3 مرات وكل مره بلا حل. في مساله تعيين النائب العام وعزل عبد المجيد محمود المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وفي مساله الاعلان الدستوري. فالقضاه ذات نفسهم زعلانين. ليه المجلس الاعلى للقضاء يروح لرئيس الجمهوريه؟ احنا جربنا مرتين ان القضاه يروحوا لرئيس الجمهوريه ورئيس الجمهوريه ما يتخذش اجراءات حثيثه عليهم. انا اقول لك على حاجه في علم الاداره، والمفروض مؤسسه الرئاسه بما لها من فطنه وحنكه وعلم، اعتقد ان هي بتكتسب يوم بعد يوم، بس مش عايزين نجرب كتير. صح. يعني صح. عشان ما نتعبش. احنا اللعبه جديده علينا كلنا. حينما تشكلت اللجنه التاسيسيه للدستور، لماذا لم يتم اخذ المستشار؟ انا اختلف مع المستشار احمد الزند تماما. لماذا لم يتم اختيار احمد الزند صح كرئيس لنادي قضاة مصر؟ صح. والمعبر الشرعي عن راي وصوت قضاة مصر عشان يقول آراءه كلها في المكان الملائم ليها. خلصنا بالزبط. والله ما كان هيحدث كل الذي حدث. ليه؟ لأننا سياسة الإقصاء لا إقصاء لأحد. إحنا في الثورة كلنا. أنا أقول لك على حاجة مش هكذب، يمكن ساعة المستشار زكريا عبد العزيز في ميدان التحرير، عارف كان في قضاة بيعملوا بدون ذكر أسمائهم في ميدان التحرير 3 ورابع يوم في الثورة، كانوا بيقعدوا يمشوا على الناس اللي قاعدة في ميدان التحرير يقول لهم ما تخافوش، الميدان كله مليان قضاه ومليان وكلاء. ما شاء الله. ليه؟ علشان يدوا للناس لا ما تخافوش، مش هنسيبكم، مش هتتحبسوا، امن الدوله مش هيجي يلمكم. في عندنا حاجات بديعه جدا، في عندنا حاجات رائعه، ولكن يجب ان يحصل نوع من التواصل. عارف اللي حارق دمي بصراحه يا سياده المستشار ان الحاجات الحلوه كلها بصوره ما انزوت وتراجعت، وبقينا كل كلامنا الكلام الحلو اللي حضرتك بتقوله عن ايام. فلا حتى مع عارف حضرتك مع الزعل ممكن يبقى في عشم نفتكر الحاجات الحلوه تجمعنا. انا بحس ان كل جهه حضرتك اللي بتقوله مثلا على كل القضايا اللي تم الحكم فيها بعدل مطلق ايام مبارك لا تذكر اطلاقا في معرض دفاع اي قناه فضائيه عن القضاء. لا ده بيتكلموا فقط على العند وعلى اليومين دول واستقلال القضاء بدون ما يدي الناس السبب الكافي ان يقف ورا القضاء. الحقد والغل عمل ناس كتير. انا يعني علشان نبقى نتكلم بمنتهى الصراحه، في ناس كارهه مش بص، لو رئيس الجمهوريه او حزبه او الاخوان المسلمين جابوا يعني لكل بيت اللي ما يتجابش، في ناس كارهه قفله كده فقدنا حتى آلية الحوار. يعني انا ما بحبش ان اسمع حد بيتلاسن على رئيس الجمهوريه. يا اخي اعترض، قول اي نقد موضوعي بالزبط. انما وصلنا لحاجه يعني بصراحه مش ممكن. زي اللي حصل النهارده مع حمدين صباحي بالزبط. ان يطلع طلبه في هندسه شبرا يشتموا ويتلاسنوا بنوع من الغوغائيه وطولة اللسان. لا يصح ان يحدث ده. احنا افتقدنا الحوار مع الاخر. طب انا هسالك سؤال على حته الالفاظ دي بالذات تحديدا. حسب معلوماتي المتواضعه جدا قانونا القانون عندنا لا يسمح باي نوع من الشتيمه سواء تلفزيونيا او بعد 11 بالليل او يحط عليها حاجه. هل الكلام ده صحيح ولا غلط؟ الشتيمه عامه غلط الا في استاد الكوره صح؟ كنا بنمشي في الاستاد. احنا يعني هي دي برضو حاجه عندنا على فكره لازم يعني لازم في علماء الاجتماع وعلماء علم النفس يشوفوا ان شخصيه المواطن المصري اتغيرت فعلا في 40-50 سنه. يا راجل الناس بتسلم على بعض بالشتيمه. انا اتذكر ان النائب العام كان اصدر يعني زمان من حوالي 10-15 سنه تقريبا كتاب دوري لوكلاء النيابه ان الشعب يعني بطبيعته شتام. فقضايا السب دي يعني احفظوها، لان خد بالك كلمه كلب ولا قطه ولا فيل دي يعني معقب عليها برضه. فاحنا اصبح عندنا الشتيمه 24 ساعه كل حاجه. نرجع تاني بعد الموجز ان شاء الله. قصه جامده قوي يا جماعه. الادب فضلوها على العلم والله العظيم الدنيا تختلف تماما. خليكم معانا من اهل مصر وضيفنا العزيز مستشار حسام مكاوي ورئيس محكمه المنصوره وحديث ممتع للغايه. ارجعوا لنا تاني ان شاء الله من اهل مصر. احنا غبنا عليكم كتير في موضوع الاس ام اس والاسئله، فعندنا اسئله كتيره جدا هنقولها لضيفنا العزيز المستشار حسام مكاوي. هنقولها ورا بعض وفي الاخر هو عنده منطق جميل جدا هتستمتعوا لما تسمعوه. ده وعد مني العداله الانتقاليه. بس قبل كده هنقول اسئله كتيره قوي
ما اعتقدش هنقدر نرد عليها، بس كلها بتدور في اطار واحد برضو على حته الظلم والعدل، وللاسف حته اشمعنى ومش اشمعنى. عندنا اسئله هنا. ليه مجلس الشعب تم حله في جلسه واحده؟ ليه لم يتم رفع الحصانه عن المستشار الزند في قضيه الاراضي؟ ليه لم يحاسب المستشار عبد المعز ابراهيم في موضوع سفر الامريكان؟ حاجات كلها على ان القضاه بيعاملوا معامله يعني شبه خاصه. ليه القضاه ليسوا مثل موظفي الدوله في سن المعاش؟ حد تاني قال ليام القضاه نفسهم قالوا هنطهر القضاء بس مش شايفين تطهير. حد بيقول التطهير لا بعيد عن يعني الفساد او غيره، لا تحديد وقت للحكم والتنفيذ لكل نوع جريمه، والمحامي يصبح قاضي بعد سنتين، بدري شويه بس يعني لو وجهه نظر. حد تاني بيقول ما الحلول هي للعدل والدين والامن والاجتماع والوطن غير سرعه التقاضي. سرعه التقاضي نقطه مهمه جدا برضه. حد بيقول بيتوقع طبعا كمصدر مصدر عليم ببواطن الامور، مكي استقال ليكون النائب العام القادم. تمام، ده وجهه نظره. حد قال لك هنا 10,000 ما بين قتيل ومصاب في الثوره ولم يعاقب احد، وهل هذا معقول؟ وجهه نظري متواضعه، معقول في ظل برضو كل المعطيات اللي احنا شايفينها والمنظومه العداله بالكامل، او مش بس القضاء، النيابه والشرطه وغيره. في اسئله تانية برضو على حد علمي. احمد حسن هنا بيقول المستشار عبد المجيد محمود تم ثبوت قضيه ضده بالهدايا من مؤسسه الاهرام وتم رد قيمه الهدايا. السؤال هل برد قيمه الهدايا تسقط عنه القضيه ولا لا؟ وكمان احمد بيقول ازاي المحكمه الدستوريه في اكتوبر 2011 تقول قانون الانتخابات الجديد والذي ينص على اجرائها ودستوري 100% وبعد كده تغير وجهه نظرها، جايب هو خبر من حاجه معينه او حاجه زي كده بنفس المعنى. وبيقول ازاي محكمه تعلن عدم اختصاصها بحل مجلس الشعب 2010 هي نفسها اللي تحل المجلس في 2012، يعني كالعاده تغيير المواقف وهكذا. ده مجمل الاسئله، في اسئله ثانيه برضو كتيره لكن هو ده الاساس بتاعها. تمام. طيب نبتدي اول حاجه فيما يتعلق بمساله السن. على فكره في دساتير العالم، يعني مثلا لو قلنا في امريكا وفي فرنسا وفي المانيا ان القضاه بيقعدوا مدى الحياه، القاضي ما يطلعش غير لما بيرتكب جريمه جنائيه او عمل تاديبي او بناء على طلبه او بناء على اعضاء الجمعيه العموميه للمحكمه اللي بيشتغل فيها، في تراكم خبرات بالظبط. والبرازيل والهند بيتكلموا عن 70 سنه. العالم كله بيروح ناحيه ان القاضي يظل في هذا المنصب لحد لما يتوفاه الله ويتقدم باستقالته او يرتكب عمل تاديبي او يوصل لحد سن 70 سنه. مش منظره ولا ان هو غير موظفين الدوله ولا الكلام ده كله، دي مكتسبات. ليه؟ انا النهارده قاضي يستحيل احكم في قضيه كمان 10 سنين الواحد فعلا بيتم ثقله، بتاخد خبره رهيبه، خبرات عاليه. عارف يعني ايه قاضي؟ ايه الفرق ما بين القاضي وما بين المحامي اللي بيجي يحضر قدام القاضي؟ ان انا القاضي ممكن اشتغل قضيه صحه توقيع او صحه ونفاذ او محضر ضرب او جنايه سرقه بالاكراه، اشتغل كل اسبوع 5-6 قضايا من نفس النوع. ممكن المحامي يشتغل قضيه سرقه بالاكراه 3-4 مرات في حياته. بالزبط. قضيه صحه ونفاذ 10-15 قضيه في حياته، الا يعني لو مكتب كبير ومحامي ربنا فتح عليه. فعلشان كده الخبرات دي لازم احافظ عليها. هسألك سؤال هنا سريع، هل القاضي من حقه في ظل القوانين خاصة مع تراكم الخبرات انه يحكم بحاجة هنقول بروح القانون مش بنصه، او ليه مساحة من الحرية في ولا لازم يلتزم بنص صريح القانون؟ لا، ده انا ملزم يعني فقها وشرعا وقانونا، اللي لو ما فيش حاجة القانون بيكملها ان انا اكملها من عندك من واقع خبرات. العدالة طبعا. جميل. وعلى فكرة كل القضاء الجنائي هو قضاء يقين، يعني مش منطق ولا رياضيات ولا 1 زائد 1 يساوي 2. المحكمة اقتنعت وبتبني فكرها ووجدانها وبتحط أدلة وتحط أدلة ثبوت وقرائن ظاهرة. طب ليه ما شفناهاش فعلا في قصة الآلاف اللي هم سواء في ضحايا الثورة أو الاعتداءات؟ ليه ما تطبقش ده، ولا هل دي كانت حالات أصعب من كده؟ طيب اولا بالنسبه فيما يتعلق بقضايا الثوره، هي احكام صدرت عشان بس نبقى خلصانين زيها زي حكم حل مجلس الشعب بالظبط اللي فات. هو حكم صدر، مش هنقعد بقى نرغي كتير بالزبط. هو حكم صدر. هل صدر احكام مشابهه بحل مجلس الشعب يا مبارك؟ صدر مرتين. طب ايه الفرق قبل الثوره وبعد الثوره؟ اقول لك انا بمنتهى الامانه، قبل الثوره كان الحكم ممكن يطلع في 4-5 سنين بتاع حل مجلس الشعب. بعد الثوره الحكم طلع على طول. ده الفرق. انما كاسس قانونيه هي اسس واحده. مجلس الشورى بعت معايير لقانون الانتخاب للمحكمة الدستورية العليا، طلعت فيها أكثر من 10 مطاعن أخطاء موجودة في الدستور. الله، طب إيه ذنب المحكمة الدستورية إن مجلس الشورى طلع لها عمل معيب؟ بس على الأقل في الحالة دي الموديل كان بقى كويس، لأنه في خلال وقت معين ورجع له ووفرنا مصاريف وغيره. مفيش مشكلة خالص. ودي حاجة جميلة جدا. إحنا مش هنشوف بعد كده حل مجلس شعب وشورى يا جماعة، مش هنشوف بعد كده حل مجلس شعب وشورى. جميل. تاني يا اخوانا، مش هنشوف بعد كده حل مجلس شعب وشورى. سيبنا من اللي فات، اللي جاي مش هنشوف حل مجلس شعب وشورى، لان القانون مش هيطلع غير المحكمه الدستوريه توافق عليه. وبما معناه ان برضو الدستور الناس اعترضت عليه او الناس وافقت عليه، كان في بنود بتحمي الشعب بصوره او باخرى او هتفيد بالظبط. بدليل ايه؟ بدليل ان المحكمه الاداريه العليا لما طلعت حكم تأييد لحل عدم الدعوه بالظبط،
بنت حكمها على الدستور الجديد. بالظبط. علشان كده احنا ايه المشكله اللي احنا فيها؟ المشكله ان الفتره الانتقاليه لسه موجوده. عشان كده الدكتور سعد كتبني اول امبارح بصفه رئيس الحزب الحاكم وحزب الاغلبيه، لما طلع في تصريح وقال انتهت الفتره الانتقاليه، المرحله الانتقاليه انتهت. لا، المرحله الانتقاليه لم تنتهي يا دكتور سعد، لان احنا ما عندناش مجلس نواب، ما عندناش مجلس شورى على السيستم الجديد اللي هم 150 عضو، ما عندناش المفوضيه العليا لمكافحه الفساد، ما عندناش المفوضيه الوطنيه للانتخابات المفروض تتعمل في 10 سنين، ما عندناش الهيئه العامه للوقف هتتعمل انت عارف الاوقاف في مصر طبعًا. مال واراضي طبعًا. رهيبه طبعًا. لو تم يعني استغلالها واستثمارها. ما عندناش الهيئه العليا لحفظ التراث، وكل دي هيئات مستقله، والمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي. فما ينفعش نيجي والهيئه العليا للصحافه وللاعلام. ما ينفعش نيجي نقول ان المرحله الانتقاليه خلصت. لا، المرحله الانتقاليه لم تنتهي وما اشتغلناش فيها بصراحه. فيما يتعلق السؤال بتاع السن، يا جماعه سيبوا السن زي ما هو، مش السن اللي يحل المشكله. خد عندك القنبله دي، انت عارف ان الدستور قال ان الجنايه لازم تنظر زي الجنحه، يبقى تنظر في اول درجه يبقى ليها استئناف. زمان الجنايه تاخد حكم تطلع على محكمه النقض، دلوقتي لازم يبقى التقاضي على درجتين حتى في الجنايه. يعني عايزين قضاه كتار علشان يفصلوا في هذه الجنايات، عشان التقاضي في الجنايات هيبقى على درجتين، قضاء على مستوى خبره عالي جدا كمان. مش السن كمان بقى في علم الاداره، علشان القصه بتاعت محاسبه المستشار عبد المعز. هو احنا نطلع من يونيت القضاء على القضاء لمحاسبه المستشار عبد المعز اللي هو واحد مننا احنا اهل القضاء. الواحد بيتألم جدا لما يتكلم عن حد جوه القضاء. كنتوا بتتكلموا عن قضيه التمويل الاجنبي، طب يعني ما هو رئيس الجمهوريه اداله يعني كرم المستشار عبد المعز. وبعدين انا عايز اقول على حاجه، خلاص قصه انا واحد من الناس وبعض القضاه اتضرينا في قضيه التمويل الاجنبي بسبب حديثنا على المستشار عبد المعز ومطالبتنا برفع الحصانه عنه او محاسبته وشكوته. اذا يعني القصه مش ابيض واسود قوي، ما ينفعش كل واحد ياخدها يبقى دي يبقى اشمعنى ودي بتساوي دي، مش هتمشي كده بالظبط. القاضي مش زي موظف الدوله، لا القاضي مش زي موظف الدوله، لان القاضي بيتاخد بالشبهات. طب ابحث في سجل التنميه الاداريه، هات لي كده مدير او مدير اداره او وكيل وزاره يقدر يفصل موظف حكومه. البيروقراطيه اللي احنا عايشين فيها طبعا. يعني مش عايز اخش اتكلم عن الموظفين في الحكومه عامله ازاي. احنا هناخد فاصل صغير وهنرجع، لان اهم حاجه نتكلم فيها الفكره الجميله بتاعت العداله الانتقاليه. ارجعوا لنا تاني ان شاء الله. نرجع تاني ومعانا ضيفنا المستشار حسام مكاوي رئيس محكمه المنصوره. وكالعاده انتوا عارفين عندي بورصه الناس، ما بلحقش اقولها لكم كتير، بس عندي حالات كتيره جميله ما بصدق الاقي حاجات ايجابيه يا جماعه. اول حد هتكلم عليه النهارده الاستاذ احمد فاروق. محدش يعرفه احمد فاروق ده صديق. الراجل ده مش صديق قوي يعني، كنت فاكر ان هو مهتم بيا انا جدا. حصلت لي حادثه عربيه جامده جدا من 8 سنين. الراجل ده كان بايت معايا ليل نهار 24 ساعه، بياخد باله من كل حاجه انا بعملها. قلت ده يعني ده ايه الحب ده معجب بقى جامد جدا بالبرامج والحاجات وكده. اكتشفت ان هو بيعمل كده مع كل الناس القريب والبعيد. اكتشفت بعد كده ان الراجل ده بيساعد كم من الناس الغلابه لا مثيل له. جنب شغله وبيكافح وطلع عينه في 60 حاجه، وغير شغله من مره للثانيه وثالثه، استمر بنفس الايجابيه. تلاقيه واحنا بنلعب كوره 11 بالليل بيكلموا واحد الحاج جوده الجزاوي، بيكلمه من ميدان الجيزه اللي هو بيأجر عجل. وبعدين تاني يوم تلاقيه بيجمع فلوس عشان حد بيعمل عمليه في العين كانت محتاجه 30,000، جمعهم بصوره ما. نموذج ممتع لواحد بيعمل في كل اتجاه، وعمري ما شفته مكشر. نموذج تاني عايز اتكلم معاه، في واحده اسمها مي زين الدين، عايشه حياه جميله جدا زي اي حد. وبعدين فجاه ابنها اللي هو شاب في مختبر العمر 16 17 سنه يحصل له حادثه جامده جدا، النخاع الشوكي يحصل فيه مشكله، ربنا يشفي الجميع. الولد ما بيمشيش، حياته وقفت تماما، حياتها اتغيرت تماما. الست دي عملت ايه مع ابنها؟ قمه في الايمان والثقه والرضا وكل حاجه، ومش بس مستمره في علاج، وعملت جمعيه كامله لعلاج الحالات المماثله، كبرتها، بدات تعمل مساعدات لناس كتيره جدا. من الناس دي بتدور على وظائف، بتحاول تربط ما بين قانون عمل عندنا بيقول لك لازم يكون 5% من الناس اللي هم اصحاب احتياجات خاصه او غيره، وفي نفس الوقت بتجيب لهم ناس كويسين جدا، ولاد ناس محترمين ممكن يكون يعرفوا لغات او غيره بس ما يقدروش يتحركوا. نموذج جميل جدا، وعمرها ما بتكشر يوم واحد في حياتها. سياده المستشار ايه رايك في النماذج دي؟ والله حاجه محترمه. احنا عايزين شويه حاجات من التفاؤل، لان الناس بصراحه نفسيتها بقت يعني في الحضيض. اللي بيحصل ده يوميا واللي بنشوفه، الناس عايزه تسمع بقى تفاؤل وتسمع حاجات حلوه، لان كده كتير. هنروح لاذان العشاء ان شاء الله، ونرجع لكم بقمه التفاؤل والحل العداله الانتقاليه نعملها ازاي ان شاء الله. راديو مصر. ام سامه بتقول لنا الحوار مهم جدا والمعلومات مذهله وربنا ييسر الحال. واحمد حسن كان عايز اجابات تحديدا للاسئله، لكن احنا تقريبا ردينا على سؤال منهم، والناس كلها بتقول عايزين الحاجات الايجابيه دي، ربنا يكتر دايما من الحاجات دي.
دلوقتي معانا مستشار حسام مكاوي، مش بس بقى رئيس محكمه المنصوره، انا بديله قياده الثوره والدوله في اللحظه دي، وتقول لنا العداله نعملها ازاي او نطلع من المأزق ده ازاي. طيب اولا بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم العداله والمساواه. اولا احنا ايه المشكله ان رئيس الجمهوريه بما له من قدر، رئيس الجمهوريه يا اخوان يعني بيده كل السلطات. ايه المشكله ان رئيس الجمهوريه يقعد مع رئيس نادي قضاة مصر؟ خلصنا وانتهينا من اللي فات. ولكن ايه المشكله برضو ان رئيس نادي قضاة مصر المستشار احمد الزند يعدل من خطابه ويصحح كل الاحاديث السابقه اللي كان فيها نوع من التغول على السلطه التشريعيه، وبرضو اعضاء السلطه التشريعيه يعتذروا عن تغولهم على السلطه القضائيه. اخواننا اللي طلعوا بيقولوا هنروح نضرب القضاه ونحجزهم في بيوتهم ونضربهم بالمسدسات وبالرشاشات، يعني ده كلام يعني لا يليق، ودي يعني هنعود لعصر الجاهليه. وان يدعو السيد رئيس الجمهوريه لمؤتمر العداله اللي احنا محتاجينه. ايه مؤتمر العداله ده بقى؟ تعالى يا سيدي كل اعضاء السلطه، على فكره مش منطلق العداله متعلق بالقضاء بس، بالزبط. العداله والمساواه والحريه. حلو. لان العداله والمساواه، العداله والحريه، العداله من غير مساواه ولا حريه تبقى استبداد، صح. ولو بواحده منهم تبقى استبداد. انت رئيس جمهوريه منتخب، الشعب ده طيب وبيحبك، مفيش مشكله خالص، بس اعمل لنا الحاجه ان احنا تحبك. الناس بتقول ان عايزين الدنيا دي تخلص، القضاة دول ناس طيبين وناس حلوين وبيحكموا في القضايا. هذا المؤتمر، مؤتمر العدالة، نناقش فيه كل اللي فات، اللي كانت ملفات سياسية قضائية قانونية جنائية، اموال مهربة، اموال مستردة، تعيينات في القضاء، وساطة ومحسوبية، كل الجروح المفوضية العليا للفساد، الهيئة العليا للانتخابات. ايه المشكلة لما الكل يقعد على ترابيزة واحدة؟ يعني لا إقصاء لأحد. جميل. ففكرة العدالة الانتقالية، وإن الرئيس يدعو لمؤتمر العدالة، وإن المجلس الأعلى للقضاء هو الآخر يتلقى هذه الدعوة من رئيس الجمهورية، وبص بقى ويوجه الدعوة لمين؟ لوزير العدل. حلو. يا رب يكون هو المستشار احمد بمكي او من سياتي خلفه، ولرئيس نادي القضاه، ونقعد ونتكلم. لان انا امتى هيكسر اللي جوانا ده؟ هيكسر بالحوار. صح. طول ما رئيس الجمهوريه باعد، وطول ما القضاء هيبقى باعد اكتر. علشان كده احنا بنقول لرئيس الجمهوريه وبنقول لاعضاء السلطه القضائيه ولرئيس نادي قضاه مصر والوزير العدل: أحببتمونا أحببناكم، جميل. تركتمونا تركناكم، وإن رجعتم إلينا قبلناكم. الناس على فكرة هتبتدي تلفظ يعني تلفظ الكل. فعلشان كده خلينا متفائلين. نتوقع أن رئيس الجمهورية خطابه من يومين على قناة الجزيرة كان خطاب متزن عقلاني منطقي محترم. النهاردة راح له أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. أنا واحد من الناس ما كنتش أحب أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يذهبوا لرئيس الجمهورية. دي كبيرة، بس في نفس الوقت نتوقع يكون ليها مردود إن شاء الله. برضو جربناها أول مرة وقت إقالة النائب العام بما له وبما عليه، ووقت تعيين النائب العام الذي عين قبل الدستور بشهر، ووقت الإعلان الدستوري. وبرضه احنا عايزين نقول حاجة يا اخواننا، الناس اللي بتقعد تسمع كلامه بتكرره اليومين دول، الفيسبوك والتويتر والدنيا كلها شغالة على القضاء وتطهير القضاء واستقلال القضاء والكلام ده كله. نبرة الحديث بالتلاسونات والكلام الخارج مش هتوصل أي حاجة خالص. بالظبط. على فكرة ممكن تبقى حريقة على الكل. يعني في ناس ساكتة كتير كتير كتير، انما انا واحد من الناس لما اسمع ان حد بيجي يقول احنا هنمنع القضاة ان هم يروحوا للمحاكم وهنحاصرهم بالاسلحة، هنزل من بيتي بسلاح، واللي هيعترض طريقي لدخول بيتي او لدخول المحكمة هضربه بالنار، واحتمي بالقانون واحتمي بشرع ربنا، لده حقي الاصيل في الدفاع الشرعي. هذه المليونات التي ليس لها قيمة هي طحن بنا الطحين وضرب بفأس في عرض بحر. رئيس الجمهورية، الرئيس المنتخب، الرئيس الديمقراطي، يجب عليه أن يتحاور مع أعضاء السلطة القضائية ومع رئيس نادي القضاء بما له وبما عليه، هو رئيس نادي القضاء. دي الحلول، ونبتدي نتكلم بقى وكل طرف وكل طرف لازم، مش هنقول يتنازل، بس يحط كل ما عنده على ترابيزه واحده، مائده اجتماعات واحده، ويطلع اللي عنده ويلاقوا لها حل مع بعض. الحوار وقبول الاخر ياتي على الحوار. على فكره انا لو قعدت اقرا كتاب كامل عن خالد مش هعرفك، بس لو قابلتك مرة واحدة بس لمدة 30 ثانية أنا هعرفك. أنا ما أعتقدش أن الدكتور محمد مرسي قبل كده المستشار أحمد الزند. الناس بيتلاقوا فقط عبر المؤتمرات الصحفية، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ما قابلوش رئيس الجمهورية إلا في مشاكل. بالزبط. طب ما تخلوا يا جماعة إن إحنا نقعد على ليه بقى؟ لأن في الآخر خالص أعتقد أن الناس القضاء وبره الناس من الممكن أن يلفظوا كل ويعني ونروح لمرحله ما نحبش والله نبدا نتناقش في حاجات تانية زي الحب من طرف واحد وماتشات الكوره والاهلي هيعمل ايه الاسبوع اللي جاي ولا حاجات. مستشار حسام مكاوي رئيس محكمه المنصوره، نورتنا وشرفتنا ومتعتونا جميعا يا جماعه. ارجو ما نكونش ضيوف تقال عليكم، اوعدكم ان شاء الله يوم الاربعاء كل الاسئله اللي جات لنا وكل التعليقات هنقولها باذن الله.
توحشونا ان شاء الله، نشوفكم على خير. فريق العمل بتاعنا فين بقى؟ انا حافظ الاسامي طبعا، عارفها كلها طبعا. معانا وسام عمار وعلي زلط وعلي عكيله وابراهيم ابو سليمه ومحمد مطاوع، والنهارده كان منورنا عمرو عبد المنعم. اسمي خالد حبيب، نشوفكم على خير باذن الله.